السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقترحات لزيادة الدخل القومي المصري. معكم دكتور شيناز محمد سيد عبد العاطي، معلم أول ألف. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. للحفاظ على الطلبة والطالبات أقل من سن 10 سنوات بنفتح المدارس الابتدائي أو الحضانات الحكومية طول العام بسعر رمزي، لأن في صعوبة جدا كبيرة في أخذ أذونات وخاصة للموظفات، وطبعا اللي بيحافظ على الأطفال تحت سن 10 سنين هم السيدات. فبنفتح المدارس الابتدائي أو الحضانات طول العام بسعر رمزي. كمان كده بنحمي الأطفال وبننمي الإبداع وبنراعي المتميزين من الأطفال. بالنسبة لماكينات الصرف الآلية بنوفر موظف حماية ونتأكد من سلامتها وصيانتها يوميا. بنتأكد من جودة وسلامة الأغذية بصورة عشوائية، بناخد عينات من أماكن بيع متفرقة وبنعمل لها الفحوصات اللازمة لها. كمان أي معاملة داخل جمهورية مصر العربية تكون بالجنيه المصري. الخامات المصرية والمعادن المستخرجة من باطن الأرض تدخل مباشرة في خط التصنيع بداخل جمهورية مصر العربية أفضل من تصديرها للخارج. وأخيرا وليس آخرا، تعريفة المرور داخل جمهورية مصر العربية من قناة السويس بالجنيه المصري. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.